في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا احلى والذ صينية بطاطس بالفراخ في صينية واحدة في الفرن بطريقة سهلة. يلا نبدأ. في الصينية بتاعتي هنزل بالبطاطس مقطعها حلقات متوسطة، وحلقات من البصل، وحلقات من الفلفل الاخضر الرومي، وحلقات من الطماطم، ودول 6 فصوص توم مقطعهم شرايح رفيعة. بعدين هنزل عليهم بالتوابل، معلقة صغيرة مرقة فورية، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة بابريكا، وملح وفلفل اسود. هدعكهم مع بعض كويس قوي. دلوقتي هجهز تتبيلة الفراخ. في الكب فرمت بصل مع فلفل اخضر رومي وحامي، وهنزل عليهم بطماطم مبشورة والتوابل كاري وملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا، وهخلط كل ده كويس قوي مع بعض. وهبدأ اتبل الفراخ بعد ما غسلتها كويس. انا مستخدمة فرخة كاملة مقطعها على 4، ممكن تستخدموا وراك او دبابيس. نتأكد اننا تبلناها كويس قوي من الوش ومن تحت الجلد. بعد كده هحطها على البطاطس، وهنزل بباقي كمية التتبيلة على البطاطس، هوزعها كويس. بعد كده هضيف معلقة كبيرة سمنة، وده قرن فلفل حامي بسيبه صحيح كده على الوش. وفي الاخر بضيف كوباية مية سخنة، وبغطي الصينية بفويل، وبدخلها الفرن تكون سخنة من قبل كده لغاية لما البطاطس والفراخ تستوي كويس. بعد كده هشيل الفويل وهشغل الشواية لغاية لما البطاطس والفراخ تاخد لون حلو كده، وبخرجها. ريحتها تحفة، والبطاطس دايبة، والفراخ تسويتها حلوة قوي، خطيرة بجد. وبس كده، جربوها وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.